هو انت ليه مش فالح؟ ايه الفشل اللي انت فيه ده؟ ناس كتير فاكره انها ما بتتعلمش انجلش عشان هم النهارده عندهم مشكله، ما يعرفوش ان المشكله قديمه. ارجع كده معايا بالذاكره لورا، ايا كان عمرك، ايام ما كان عندك 6 سنين 7 سنين 10 سنين، وقت ما كنت بتتقارن بابن خالتك، هو جايب 90% وانت لا ليه؟ هو انت ليه مش فالح؟ ايه الفشل اللي انت فيه ده؟ انت عمرك ما هتعرف تعمل حاجه. دونيه واحساس بان انت اقل من انك تقدر تنجح اصلا. شوف اعلان الكورس، تقدم رجل وتاخر رجل. طب ما انا لو رحت برضه هفضل فاشل. طب ما انا طول الوقت بيتقالي ان انت مش هتقدر ومش هتنفع. الحاجات القديمه اللي انت مركبها في دماغك ايام ما باباك كان بيقول لك تعالى زورني في قبري لو فلحت، وبيتقال لمامتك ادي خلفتك، الكلام ده طول الوقت كان بيدينا احساس ان احنا عمرنا ما هنعرف نعمل حاجه. وكل ما بنحاول نزق يجي الكلام ده يقف قدامنا كده زي الحاجز ما بيننا وما بين اي خطوه عايزين ناخدها، ويوصلنا في الاخر لان احنا ما نعملش. حتى لو ضغطت على نفسك ودخلت الكورس سيشن 2، اخاف اتكلم قدام التيتشر او قدام زمايلي لحسن حد يضحك عليا، لحسن تيتشر يقول لي مفيش فايده فيك، مفيش منك امل. والكلام ده انا سمعته بنفسي من اكتر من طالب كان بيجي يقول لي انا عمري ما هفلح، انا عمري ما هقدر اتعلم. بس بعد ما بيبداوا فعلا معايا ومعانا وبنشتغل على النقطه دي في نفسيتهم قبل ما نشتغل على كورس الانجليش او احنا شغالين على كورس الانجليش، بنعرف نسحب من جواهم احساس خيبه الامل واحساس انهم مش هيقدروا على طول، ده اللي هم حابسينه جواهم وما بيخرجوهوش. وخطوه في خطوه بتلاقي ان انت فعلا تقدر، وان ده كان مجرد كلام. واللي كان بيقوله لك ممكن جدا يكون ما كانش بيكرهك، هو كان بيحفزك او بيحاول بالطريقه دي انه يخليك تقدر تعمل اللي انت مش عارف تعمله. بس هي دي كانت طريقته، مش هنحاسبه عليها، بس هنحاسبك انت دلوقتي على انك مش قادر تغيرها. حاسب نفسك، خد الخطوه، ابدا معانا، وانا بوعدك ان المشكله دي كلها هتتحل في اقل من شهر من بعد ما نبدا ونشتغل، وتكتشف ان الموضوع مش بالصعوبه ولا بالفشل ولا بالمصايب اللي انت كنت حاططها قدامك دي. اسال حالا عن المحاضره المجانيه واحضر معانا، وهتشوف كل حاجه بنفسك. في انتظارك.